الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. قبل ما ندخل في الموضوع، أريد أولا وقبل كل شيء أن أشكر كل الإخوة اللي كيتابعونا في هذه القناة، الإخوة اللي كيتفاعلوا كنشكرهم على التفاعلات ديالهم. كنطلب من الإخوة أيضا دعم القناة بالاشتراك. جميل أن الإخوة يبقاو يتواصلوا ويتفاعلوا ويكتبوا الآراء ديالهم حتى نشوفوا يعني كل واحد كيفاش كيفكر وكيفاش كيشوف حتى هو من جهته المسألة. حنا كنحاولوا، يعني انا كنحاول انني نعطي وجهة نظري الشخصية وتحليلي الشخصي من خلال التجربة ديالي الشخصية. ولكن اي اخ ممكن يعطي الرأي ديالو ويعطي الافكار ديالو ونستافدوا منها ان شاء الله. أريد أيضا أن أوضح واحد النقطة مهمة. كنشوف بعض التشنج عند بعض الإخوة الجزائريين. يعني بغيت الإخوة الجزائريين والأخوات الجزائريات يفهموا بأنني شخصيا ما عندي حتى مشكل مع الشعب الجزائري. بالعكس، يعني أنا أقدر وأحب كثيرا الشعب الجزائري، وما عنديش مشكل نهائيا مع الشعب الجزائري، وما عنديش مشكل مع الجزائر ومع الدولة الجزائرية. غير باش نتفاهموا، يعني لما كنعطي واحد التحليل ولا كنعطي واحد الانتقادات تجاه مثلا الجيش الجزائري ولا العسكر في الجزائر ولا الرئيس الجزائري، فما عنديش معه انا مشكل شخصي. بالعكس، يعني انا كنحاول انني نعطي وجهة نظر في موضوع ما، و يعني الخلاف لا يفسد للود قضية كما كنقولوا. غير باش نكون واضح، لان حسيت بان بعض الاخوه والاخوات عندهم واحد النوع ديال التشنج، يعني وكاننا كان في صراع، ولا اي واحد عنده الحق يدلي برايه ويعطي الراي ديالو بكل حريه وبدون يعني انه تكون عنده واحد الخلفيه ولا واحد لاغيغ بونسي. اليوم حبيت نتكلم على العلاقات المغربية الإسبانية من خلال الزيارة اللي دارها بيدرو سانشيز للمغرب هذه الأيام، واللي اجتمعت فيها اللجنة العليا المغربية الإسبانية. هذه الزيارة جات بعد أن ذاك التوتر وديك الأزمة اللي دامت مدة طويلة بين المغرب وإسبانيا، واللي انتهت باعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء، واللي كانت في بعد ذاك اللقاء اللي وقع بين المغرب وإسبانيا، وعلى إثره تم يعني تصفية الخلافات بين المغرب وإسبانيا، وطويت الصفحة القديمة وبدينا صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا. اللي كنلاحظوه هو أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا أصبحت علاقات جيدة جدا. يعني أن إسبانيا تحولت، وهذا يعني فيها واحد الرمزية خصنا ننتبهوا لها، إلى الشريك الاقتصادي الأول للمغرب. هذا راه واحد التحول مهم جدا، لأن لسنوات قليلة كان الشريك الاقتصادي الأول للمغرب هي فرنسا. الآن كاين واحد التحول في هذا المجال هذا، بحيث أن إسبانيا نجحت في أن تزيح فرنسا من المرتبة الأولى وخذات هي المرتبة الأولى. هذا اش كيعني؟ كيعني بأن التقارب المغربي الإسباني سيزداد في السنوات القادمة، والعلاقات المغربية الإسبانية على جميع المستويات، سواء كانت ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ستزداد ايضا. وغنشوفوا مشاريع مشتركه، وغنشوفوا بزاف د الحوايج، يعني غيوقع واحد التقارب كبير بين المغرب واسبانيا، خاصه كما قلت لكم ان الدولتين حلوا ديك المشاكل اللي كانت بيناتهم وطواو صفحه الماضي، وقرروا انهم يمشيوا في صفحه جديده اللي بناوها على الاحترام المتبادل وعلى النديه في العلاقات. بالنسبة لفرنسا تعتبر هذه واحد الضربة اللي تلقاتها من خلال هذه اللجنة العليا. فرنسا بدأت تفقد مواقع نفوذ كثيرة في إفريقيا، للأسف الشديد، بسبب السياسة
الغير الحكيمة والغير المتزنة للرئيس الفرنسي الحالي. إلى خدنا هي العلاقات بين المغرب والجزائر لسنوات طوال، وكل الرؤساء اللي تعاقدوا على فرنسا كانت دائما وأبدا كتربطهم بالمغرب علاقات جيدة، وخلاو العلاقات بين المغرب وفرنسا جيدة. شوف يعني من جيسكار ديستان، ميتيران، ساركوزي، حتى أولاند، يعني في واحد الفترة من الفترات كان وقع واحد توتر في العلاقة، ولكن لما تعرضت فرنسا لهجمات إرهابية تم معالجة ذلك التوتر وإعادة العلاقات بين المغرب وفرنسا إلى سابق عهدها. العلاقات المغربية الفرنسية بدأت تعرف تشنجات وتوترات في هذه الحقبة الأخيرة ديال الحكم ديال ماكرون. علاش؟ لأن ماكرون عنده واحد المشكل، أنه يؤمن يعني بما يسمى أو ميم طون، يعني هو في نفس الوقت يعني كيبغي يدير جوج حوايج متناقضتين في نفس الوقت. فهو يريد علاقات جيدة مع المغرب، وفي نفس الوقت يريد علاقات جيدة مع الجزائر. وهو كيعرف بأن الجزائر والمغرب مختلفين في ملف الصحراء، فكيحاول يدير هذاك يعني واحد التوازن، ولكن لا يستطيع، غير ممكن. يعني في السياسة، سياسة الدول، خاصك تاخذ مواقف واضحة. إما أنت مع مغربية الصحراء ومع الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، ولا أنت مع تقرير المصير اللي كطالب به الجزائر. خصك تختار، ما يمكنش تقول للجزائريين أنا معاكم وتقول للمغاربة أنا معاكم، فهذا غير ممكن. ثانيا، الجزائر كدولة عندها توجه، هي قريبة من حلف فيه روسيا، فيه سوريا، فيه إيران، يعني كانت فيه فترة من الفترات تركيا، في حين أن المغرب هو في حلف فيه الولايات المتحدة الأمريكية، فيه بريطانيا، فيه دول الخليج، فيه اليابان، فيه أستراليا، حلف أنجلو ساكسوني قريب من الحلف الفرنسي. وكان المغرب دائما وأبدا قريب من فرنسا، وكان هو الشريك الاقتصادي الأول لفرنسا. اذا بسبب ديال هاد السياسه ديال اون ميم طون ديال الرئيس ايمانويل ماكرون، هي اللي خلاتو انه العلاقات بين المغرب وفرنسا تعرف التشنجات وهذا التوتر، لان اصبحت العلاقه بين المغرب وفرنسا من جهه فرنسا ما بقاتش فرنسا واضحه في الموقف ديالها، واصبح موقفها من الصحراء غير مفهوما، خاصه ان الولايات المتحده الامريكيه اعترفت مغربية الصحراء، إسبانيا اعترفت بمغربية الصحراء، فرنسا كيف فرنسا لا تعترف بمغربية الصحراء؟ وانت عندك ألمانيا اعترفت بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هولندا نفس الشيء، بلجيكا نفس الشيء. يعني لم يبقى إلا فرنسا، وكما قلت لكم الموقف الفرنسي غير مفهوم، غير مفهوم. على فرنسا أن تعترف بمغربية الصحراء، وإلا راه العلاقات بين المغرب وفرنسا ستعرف توترات أخرى. مقابل هذه العلاقة بين المغرب وفرنسا، كاين العلاقة بين إسبانيا والمغرب اللي شفنا كيفاش علاقة ستتطور وستتطور بواحد الشكل كبير. راه غير في هذه الزيارة تم الاتفاق على أكثر من 19 اتفاقية، 19 اتفاقية، وحاضر في المغرب أكثر من يعني من 12 وزير إسباني ورجال أعمال بشكل كبير، اللي أيضا حاضرين وغيكونوا حاضرين مستقبلا في المغرب. في المقابل العلاقات المغربية الفرنسية تعرف توترات كما قلت لكم، وهذه التوترات تزيد. وشفنا كيفاش ان المغرب لغى زيارات كانت مبرمجة بين وزراء مغاربة ومسؤولين مغاربة ومسؤولين فرنسيين. شفنا كيفاش الزيارة ديال ماكرون للمغرب أصبحت يعني بين قوسين، ما كاينش تأكيد على أنها
ستتم في الوقت المحدد. شفنا بان المغرب في المشروع ديال تي جي في اللي غيمشي من الدار البيضاء حتى الاكادير، كان من المفروض ان تاخذ فرنسا، الان غير تاخذ الصين. شفنا ان ربما كاين مشاريع اخرى ايضا بدا المغرب كي يديرها مع شركاء اخرين. بدات شركات فرنسيه اللي كانت كتعمل في المغرب منذ سنوات طوال، الان سيتم التخلي عنها تدريجيا، بحال الشركه ديال ليداك مثلا، باش فيوليا. يعني شركات اللي كانت عندها بينيون سيغ، كانت دائما وابدا متواجده في المغرب. اذا ايها الاخوه ايتها الاخوات، العلاقات الاسبانيه المغربيه تزيد نحو التطور، وللاسف العلاقات بين المغرب وفرنسا تعرف توترات، تعرف ارتجاجات، الا انه عكس ما يروج في هذا الموضوع. انا عندي قناعه بان فرنسا لن تستطيع ابدا ان تتخلى على المغرب. فرنسا ما يمكنش تتخلى بتاتا على شريك بحال المغرب، لان العلاقات المغربيه الفرنسيه هي علاقات يعني ضاربه في العمق وضاربه في الزمن، وعلاقات قويه بين البلدين على جميع المستويات. وكاين واحد النوع ديال التقارب بين المغاربه والفرنسيين، يعني كاين واحد لا بروكسيميتي بين الدوله الفرنسيه والدوله المغربيه. ولهذا انا لا اعتقد بتاتا بان فرنسا ستستمر، يعني هذه مرحله اضطرت فرنسا الى انها تاخذ هذا الموقف الضبابي نوعا ما. ولكن سوف ترون ان خلال الزياره اللي غيديرها ماكرون للمغرب، لان هذه الزياره واحد النهار غادا الدار، غتشوفوا انه فرنسا ستعترف رسميا بمغربيه الصحراء. اذا اتوقف عند هذا الحد ايها الاخوه ايتها الاخوات. ما تنسوش الاشتراك في القناه. شكرا، ومره اخرى والى اللقاء.